جانبين، الجانب الاول عصام الحضري طبعا الحارس العملاق، والجانب الاخر هندردش مع بعض في المباريات اللي اتلعبوا النهارده. لا، اول حاجه طبعا انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وببارك طبعا لعصام الحضري ومجلس اداره النادي الاهلي، طبعا بقياده الكابتن حسن حمدي والكابتن خطيب والباشمهندس خالد مرتجي والباشمهندس خالد الدرندلي وباشمهندس هشام سعيد والباشمهندس عمرو فاروق. ايوه. ويعني ورانيا علوان. ايوه. طبعا ببارك لهم طبعا، وببارك لجماهير النادي الاهلي كلها، الجماهير العظيمه في كل مكان. ببارك للجهاز الفني بكابتن الكابتن حسام البدري والكابتن هادي خشبه والكابتن احمد ناجي والكابتن علاء ميهوب والكابتن محمد يوسف. طبعا دي حاجه انا النهارده كواحد اسعد انسان في الدنيا، لان طبعا بعتبر انا من الناس الاهلاويه، وبعتبر اللقب ده طبعا ليا والجماهير النادي الاهلي والمجلس الاداره والجهاز الفني كله بالاجمال. يعني انت بدات قلت ببارك لنفسي، بتبارك لنفسك، انت ما زلت بتشعر ان انت لاعب في النادي الاهلي برغم ان انت سبت النادي الاهلي ادي لك بعتقد موسمين. لا، دي حقيقه، لان انا واحد بحب النادي الاهلي، وطول عمري بموت في حاجه اسمها النادي الاهلي، وبموت في حاجه اسمها تراب النادي الاهلي. لان النادي الاهلي خيره عليا وعلى بيتي وعلى اسرتي وعلى اهلي. وعمري في حياتي ما انسى النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي عمل عصام الحضري، هو اللي خلاه احسن جون في افريقيا، هو اللي خلاه يحقق انجازات البطولات والالقاب كلها. حاجه طبعا بتحسب للنادي الاهلي، لان انا زي ما قلت لك قبل كده يا كابتن مدحت، النادي الاهلي عندي كلمه غاليه. احنا في عالم الاحتراف بس كلمه النادي الاهلي عندي، لان اسرتي وابويا والعيله كلها عندي كلهم اهلاويه. بس انا بعرف افرق بين الحاجتين، ان انا بلعب فين وراجل كاهلاوي. بس انا عايز اقول ان انا واحد النهارده، انا بعد الماتش ما خلص والنهارده وتعادلنا مع طلائع الجيش، رحت البيت اتفرجت على ماتش النادي الاهلي، وكنت سعيد ان النادي الاهلي، وسعيد اكتر ان هو كانت اي هجمه بتيجي النادي الاهلي كنت اتمنى ان هي تخش جون، عشان رغم التعادل كان هيبقى كويس، بس انا كنت اسعد انسان في الدنيا. الاهلي كسب النهارده 3-0 واخدوا حصلوا على بطوله الدوري قبلها ب3 ماتشات. طيب عصام، الفتره اللي فاتت دي بشكل عام، هل كنت انت بشكل او باخر على اتصال بحد من النادي الاهلي، مدربين، مسؤولين، لاعبين، يعني بشكل عام؟ لا، عايز اقول لك يا كابتن مدحت، والله يعني انا كده، ده كلام اللي يعرفني يعرف ان انا ما بعرفش الف وادور. انا دي حقيقه، انا على اتصال على طول بلعيبه النادي الاهلي، على اتصال على طول بمجلس الاداره، على طول باتصال بالجهاز الفني. يعني اقرب حاجه لما كان عندي موضوع الحلقه، الكابتن حسام البدري جه يطمن عليا، والكابتن احمد ناجي والكابتن هادي خشبه والكابتن محمد يوسف، يعني الناس كلها البيت كل البيت واتصلوا بيا وجم في نفس اليوم اللي كان في الحقيقه واطمنوا عليا. دي حاجه زي ما قلت لك. وغير كده احنا لعيبه مع بعض في المنتخب لعيبه النادي الاهلي احنا مع بعض على طول، يعني بنتكلم حتى في السنين اللي فاتت مع النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي واسم النادي الاهلي، لان انا واحد زي ما قلت لك من الناس تراب النادي الاهلي ده عمري في حياتي ما انساه، خيره عليا. عمري في حياتي ما انساه، عشان كده بيبقى النادي الاهلي ده قدامي على طول، ما يعني ما بيقدرش يعني يبعد عن عينيا خالص او عن دماغي، شايفه طول الوقت. ما اكذبش عليك، دي حقيقه. لان وحتى السنتين اللي انا طلعتهم بره يعني قلت لك ان انا كنت حزين على اللي حصل. بس اتمنى زي ما قلت لك ان مش عايز حد يكون زعلان مني. اتمنى ان يكون الكابتن حسن سامعني دلوقتي ومجلس الاداره، كابتن حسن حمدي. اتمنى يعني ان هم يكونوا سامعيني. اتمنى ان الرساله توصلهم وتوصل لجميع النادي الاهلي العظيمه، اللي انا تربطني بقى علاقه في اي مكان فيه اي حاجه، اي مكان بخشه الناس بتبقى عايزه تشيل مع الارض. اتمنى ان هم ما يكونش حد يبقى زعلان مني وانا بتاسفت لهم، وحتى لو اتاسفت طول عمري انا بتاسف لكل يعني اكبر واحد في النادي الاهلي، لاصغر واحد، لاصغر طفل بيشجع النادي الاهلي. مش عايز حد يكون زعلان مني خالص على موقف وده مش عيب ان انا اتاسف، لان ده بيتي وحاسس ان انا اخطات في حق بيتي. يعني انا حاسس انت وديتني سؤال مهم قوي يا عصام، يعني يمكن انا هساله لك مبكرا شويه في حواري معاك. هل يعني انا يعني الحقيقه انا بسمع كلامك ده لاول مره، ما احنا ما فيش يعني هل لو رجعت بيك الايام انت دي لك سنتين بعيد عن النادي، لو رجعت الذاكره لورا سنتين لورا، تتصور السيناريو اللي حصل ده هيبقى هو ولا بخبرتك في السنتين دول والتجارب اللي انت مريت بيها السيناريو كان ممكن يتغير، وصغير كان هيبقى ايه؟ بص يا كابتن مدحت، انا واحد يعني زي اي واحد في لاعب كوره كان بيتمنى الاحتراف، وانا كنت اتمنى الموضوع الاحتراف
بس يمكن جه في وقت انا ممكن اكون انا مخطئ فيه، او اخدت قرار وانا بقول ان هو قرار خطأ. انت شايف انه قرار خطأ؟ انا شايف ان هو قرار خطأ، وزي ما قلت لك لو رجع بين الايام تاني اه ما كنتش هسيب النادي الاهلي تاني. كنتش هسيب النادي. لا دي حقيقه. انا ما بكدبش وجل من لا يخطئ. وزي ما قلت لك يا كابتن ما فيش حد ما بيخطئش. انا اخطات، وزي مثلا في الكوره بخطأ، بس ده خطأ. عشان كده انا لما كلمت عايز الناس جماهير الاهلي، جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته يعني يغفروا الخطأ اللي انا عملته ده. كأنه ابن من ابنائهم، كأن زي ابن الكابتن حسن حمدي. هكبر الكابتن خطيب اقول له كأن اخوه او ابنه. ابنك اخطأ او هتسيبه رغم ان هو بيتأسف، وده زي ما قلت لك واجب علينا نتأسف. وزي ما قلت لك لو رجع بقى الايام القرار ده بيتهيألي ما طلب النادي الاهلي فوق اي حاجه عندي. يعني كلام الحقيقه جميل جدا يا عصام، وانت بتقوله النهارده وانت في عز تألقك. يعني لا دي حقيقة نكون واقعيين، انت النهارده ما شاء الله عليك، انت في عز مراحل النضج بتاعتك، بتؤدي اداء مبهر مع النادي الاسماعيلي مؤكد، سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري العام، بتؤدي اداء مبهر مع منتخبنا الوطني لكره القدم. اذا انت سلعه مطلوبه 100%، ولكن انت تتحدث او انت بتتكلم عن حنينك لبيتك. خلينا نقول انه النهارده انا متابع الحقيقه دي لفتره حملات موجوده على الانترنت لجماهير النادي الاهلي بشكل غير طبيعي وغير مسبوق، بتطالب بعودتك بشكل غير طبيعي. لكن انا عايزك برضو يا عصام قبل ما نتكلم كده عنك بقى كحارس والمنتخب والكلام ده كله، يعني ماذا لو إدارة الأهلي لم تستعين بخدمات الحضري في الفترة القادمة؟ هل كلامك الجميل ده يتغير عن كل العناصر؟ بص يا كابتن مدحت، انا كل في بدايه كلامي قلت لك انا بتاسف لان انا حاسس ان ابويا لسه زعلان مني. ابوك اللي هو الاهلي، اللي هو النادي الاهلي طبعا بكابتن كابتن حسن حمدي. وحاسس ان هم ان مش عايزهم يبقوا زعلانين. رجعت ما رجعتش ده بيتي في الاول والاخير. بعد ما هبطل كوره هرجع النادي الاهلي. هقعد في بيتي، اولادي بيروحوا النادي الاهلي. انا واحد على طول في النادي الاهلي موجود معاهم وعلى اتصال دايم. في الاول والاخير ان انا لسه لي كام سنه، الله اعلم، سنتين سنه الله اعلم. في الاول والاخير هرجع بيت النادي الاهلي. عايز اخش بيتي ان كان دلوقتي، عايز اخش بيتي وانا حاسس ان هي مبسوط، مش عايز حد زعلان مني. عايز اخش بيتي ان شاء الله بعد سنتين، مش عايز حد يبقى زعلان مني. هو في الاول والاخير زي ما قلت لك احنا دلوقتي انا بعمل معاهم صلح، مش عايز حد يكون من زعلان، رغم ان الموضوع بقاله سنتين انت قلت. بس انا يعني سعيد ان انا موجود معاك النهارده، بوصل الرساله لمجلس اداره النادي الاهلي، بوصل الرساله لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان وعلى مستوى الوطن العربي، ان انا لما ومش عيب لما نطلب حتى ان انا عايز ارجع النادي الاهلي يا كابتن مدحت. مش عيب. لا مش عيب اطلاقا، مش عيب. بالعكس بيتي بالعكس زي ما قلت لك بيتي. وانا زي ما قلت لك انا سعيد النهارده ان انا بقى اللي هي المعاهده ان مش عايز حد يكون زعلان مني، عشان ما اخش النادي الاهلي احس اني داخل النادي الاهلي كاني زي ما كنت بخش ورايح العب انت سعيد حتى لو انت مش لاعب في النادي الاهلي، لكن في النهايه ده بيتك، انت عايز تشعر ان اهل البيت بيرحبوا بابن من ابنائهم. مش عايز ابقى داخل كده انا حاسس ان في ناس مبسوطه ان هي داخل، في ناس ماهاش بصه لعصام بصه معينه او الى اخره. انا يعني عايز دي ان انا احس ان انا كاني لاعب في النادي الاهلي. مزهو وعندك يعني الفخار الكامل. يعني واللي زعلان مني انا حتى قلت لك يعني ان الله غفور رحيم، يعني ربنا بيسامح، وانا مش عايز حد يكون زعلان مني. كلام جميل.